السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث كتيرة جدا جدا في الشارع المصري. يبدو إن الرياضة المصرية ما بتخلاش من أحداث كتيرة جدا النهاردة عن النادي الأهلي، كتيرة جدا. وحدث صغير كده، بس كده خبر صغير كده أو خبرين عن نادي الزمالك. تعالى بقى يا نجم الأهلاوي الجميل، تعالى لي النهاردة عشان هروقك. تعالى، أنا عارف النهاردة أجازتك ونازل لي مخصوص. تعالى اشرب معايا بقى الشاي عشان النهارده يومك وهروقك. اسمع يا سيدي، اقعد. السيد عدلي القيعي. ماله السيد عدلي القيعي؟ السيد عدلي القيعي يا عم عمال كل شويه يطلع بتصريحات غريبه كده. هل بقى عامل السن؟ هل الله اعلم الفضا؟ الله اعلم، بس انت من كلامي هتعرف ان الراجل ده بجد حاجه غريبه وبيطلع في اوقات غريبه وكلامه متكرر، وانا ما بحبش كده. يعني دلوقتي في هدوء في الرياضه المصريه وكلنا بنطالب بالهدوء وكلنا بنطالب ان نبذ التعصب، فهو بيطلع بحاجات بتخلي الواحد يخرج عن شعوره. بجد انا ما شفتش كده في حياتي، يعني من ضمنها على سبيل المثال يعني قال لك ابن جاري ماله؟ لو غلط فيا او غلط في ابني حاسبوش، انما هو لو جه وعايز اربيه تربيه ابني يتفضل واربيه تربيه ابني وبعد كده حاسبه. ده كلام مين؟ قصده على مين؟ على امام عاشور. طيب الناحيه الثانيه بقى كابتن سيف زاهر ماله؟ قال لك بعد ماتش يوم الاحد او الاربع، ماتش العوده، قال لك هنقول ايه اللي حصل لامام عاشور. في كولر قال كده يعني على لسان سيف زاهر، يعني ان امام عاشور ما كانش مصاب وامام عاشور كان هيلعب، بس كولر هو اللي رفض ليه؟ هو لسه كابتن عدلي لسه ما ربهوش، ولا لسه ما راحش الكابتن عدلي عشان يربيه على تربيه ولاده؟ عايزين ده السؤال بساله لك. امام عاشور لسه ما راحلكش ولا كولر اللي هيربيه؟ انا اعرفش. زي برضه نفس التصريح طلعت لنا بيه شيكابالا. ماله شيكابالا يا عم عدلي؟ قال لك شيكابالا انا اللي كنت الوسيط. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك يا وسيط. انا كنت الوسيط بينه ان هو من باوك يجي نادي الزمالك، ولكن شيكا قال له نادي الزمالك خلصني فمشيت. فواضح ان شيكابالا كان هيموت على النادي الاهلي، واضح ان شيكابالا ضحى بنادي الزمالك عشان خاطر النادي الاهلي. من كلامك سبحان الله، كلامك غير افعالك خالص. اقعد بقى يا نجم، اقعد يا نجم، ما تمشيش، ده لسه الخبر ده وبعد كده قوم امشي براحتك. اقعد. اما انا كده كده بحاسب، وفي اهلاوي بيحاسب؟ انا اللي بحاسب. اقعد. امام عاشور زملكاوي، وكنت قاعد اقول لكم واحلف على بناء على كلامه معايا يعني في التليفون، بناء على الرسائل اللي بيبعتها لي، امام عاشور بيتوسط للناس يرجع نادي الزمالك، وعارف ان هو مش عايز يكمل في النادي الاهلي، وحتى الاستوريات اللي بينزلها بيلمح على نادي الزمالك ان هو عايز يرجع نادي الزمالك. طب هل نادي الزمالك عايزه؟ طب هل نادي الزمالك بيفاوضه؟ طب هل في حد قاعد معاه دلوقتي؟ اقول لك لا، ان المجلس ده مجلس محترم، جماهير الزمالك جماهير عظيمه ومش عايز امام عاشور، ولا واحد من الناس لا مش عايزه. والاداره نفس الكلام، بتدخل من باب الشرع. الاداره الجديده دي اداره ماشيه على خط محترم، حتى دعت كابتن الخطيب لما يرجع ان شاء الله من فتره العلاجيه ويرجع بالسلامه ان شاء الله، هيبقى اول واحد مدعو في نادي الزمالك بمناسبه فوز مجلس اداره نادي الزمالك. اقعد اقعد اقعد. معلش، في خبر تاني. موديست يا جماعه صاحب عادل القيعي والجيل بتاعه، ومن ضمن الجيل بتاعه عشان هو كان في لجنه الكوره معاه. هما جيل مع بعض. ما اعرفش كان جايبه يدير النادي او جايبه مدرب في النادي، الله اعلم. موديست كان جاي ايه ما نعرفش، بس احنا عرفنا في الاخر ان هو مش جاهز. اه والله طلع مش جاهز. يعني ايه مش جاهز؟ انا اسلك السفره والانتريه والحاجات دي، فجاي جاهز نفسه في مصر. قاعد 35 سنه ومبطل، وشركه الكوره بقياده عادل القيعي هم اللي جايبينه. وايه تاني يا عم قصقص؟ بيدوروا له على اعاره. طب هيروح فين اعاره ده يا جماعه؟ ده انا لو منه والله لازم اوديه اعاره ودي غزه. مش عامل بيه حاجه، ده كبير، ده مبطل كوره. هو كان جاي يكون نفسه هنا في مصر، وقعدت اقول كده واتريقوا عليا، والاعلام المصري يقول لك ده صفقه قويه، صفقه العمر، احسن لاعب معرفش فين، شركه الكوره عالميه. ودلوقتي بيدوروا له على ايه؟ على اعاره. بايه بيدوروا له؟ يعني محدش طلبه، بيدوروا له. ان شاء الله هيدوروا له، بس انت بقى في عيد العمال ان شاء الله لما نلاقيه. اقعد بقى عشان اخر خبر على احمد عبد القادر، وقوم انت كده كده هتقوم انا هحاسب. اقعد، في خبر كده حلو على احمد عبد القادر بس مش ليك. احمد عبد القادر
عايزين يعملوا معاه زي ما عملوا محمد شريف. محمد شريف لما راح السعوديه قال لك حط في البند يرجع على النادي الاهلي، ما لعبش غير في النادي الاهلي في مصر. بند ايه ده؟ ان شاء الله اسمه بند شكر الله سعيك غفر الله ذنبك. ده البند اللي بيحطوه في بند في الكوره يتحط كده، اللعيب يرجع على النادي بتاعه او يرجع يلعب في مصر غير النادي بتاعه؟ امال رغبه اللاعب راحت فين؟ احمد عبد القادر في مشكله عليه، الولد مش عايز يقعد احتياطي، حقه، لعيب كبير حقه. طب الولد في الفتره الاخيره بيطلع تصريحات غريبه، ومره غلط في الجماهير ومره ومحدش عاجبه، حقه، ما هو عارف محدش يقدر يجي جنبه، هو كهربا وامام عاشور خط احمر. طيب عبد القادر بيدوروا له على اعاره، خايفين يرجع نادي الزمالك. طب هل الزمالك فوض عبد القادر؟ لا. ما انتوا خايفين من ايه؟ ما اعرفش، احنا خايفين وخلاص، المهم نشغل الناس عشان قصه موديست والكلام ده كله. موديست جايب مبلغ كبير ومبطل في ايه؟ ندخله مره في امام عاشور، ما اعرفش كماله، مره عبد القادر، ينسوا بقى موضوع موديست. لا مش ناسيين مش ناسيين والله، والله ما ناسيين. فعبد القادر عايزين يطلعوا اعاره، مش عارفين يودوه اعاره، يودوه فين؟ مش عارفين. طب لما يودوه اعاره هيرجع الزمالك؟ الله اعلم، مش بتاعتي، انما شكلها كده خليها على الله. اخر حاجه، قوم بقى انت يا عم الحاج، اتكل انت على الله، يلا يا عم هوينا، اقعد اقعد يا عم الزملكاوي الجميل بقى حبيبي. ده بيحاسب بقى مش زيك، انت بتاخد تشرب وتتكل على الله. الزملكاوي الجميل بقى اللي هيقعد معايا وهروقه النهارده، ابو الفتوح. اخر حاجه ابو الفتوح. ابو الفتوح، بص الاجواء اللي حواليك، بص النادي اللي عملك، بص الجماهير اللي انت فيها، سنك، حبك، كابتن النادي، ليك وضعك في النادي، ليك وضعك في الشارع المصري، ده جمهور نادي الزمالك. وبص على الناس اللي مشيت من نادي الزمالك بما فيهم امام عاشور، وصلوا لايه وبيحصل فيهم ايه. وفي حاجات كتيره جدا، لعيبه كتيره جدا مش عايز ذكر اسامي، ندموا ان مشوا من نادي الزمالك. انت لعيب كبير واحنا بنحبك وعارفين انك انت محترم، المبالغه في الفلوس دي مش طبيعيه، مش حلوه عشانك. وانت معاك مجلس اداره محترم وقعد معاك قبل كده واداك فلوس قبل كده قبل الانتخابات. تخيل بقى الانتخابات بقى هيعمل معاك ايه؟ راجع نفسك، انت لعيب مهم، سنك صغير، فكر في الاحتراف، فكر في نادي الزمالك، تطلع من باب الكبير من باب نادي الزمالك، سيبك من العروض التانية، نادي الزمالك هو اللي باقي لك. خلص الكلام، اشوفكم على خير، سلام.